ازاي نتعلم اي حاجة عايزين نتعلمها من غير ما ندخل في كورسات او ندفع فلوس كتير او نتعب دماغنا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اتكلم معاكم في حاجه مهمه ويمكن هي اللي بتخليكم تشوفوني دلوقتي. ان انا في يوم من الايام كنت مقتنعه ان انا مش هعرف اتكلم قدام كاميرا، انا صوتي مش حلو، لا مش الناس مش هتكون مبسوطه وهي بتسمعه، انا مش شاطره في حاجه ان انا اقدمها. بدأت تقريبا من 6 سنين، مش هنا بس، لا كان في تشانل قديمة ومسحتها لأن أنا ما كنتش فاهمة حاجات كتير كده في يوتيوب فبوظت الدنيا شوية. بس أقدر أقول لكم إن أنا دلوقتي هنا معايا مثلا درع يوتيوب 100,000 حاجات كده. الواحد ما كانش متخيل إن هو يقدر يعملها، وكلها كانت بدايتها بسيطة جدا، مجرد بس إن أنا غيرت طريقة تفكيري. إزاي نتعلم أي حاجة عايزين نتعلمها من غير ما ندخل في كورسات أو ندفع فلوس كتير أو نتعب دماغنا. النهاردة عايزة أكلمكم عن الطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع أي حاجة أنا عايزة أتعلمها، أو طريقة التفكير اللي أنا بفكر بيها. في كلام كتير عن الموضوع ده وفي نظريات، وهقول لكم إيه النظرية كمان، بس في الأول خلينا نرتب إحنا هنقول إيه. أول حاجة، المروحة بس في وشي. أول حاجة، التفكير الغلط اللي أغلبنا بيفكر فيه لما بيجي الوقت إنه عايز يتعلم حاجة جديدة، وهو إنه مش هيعرف، لازم أخد كورس، لازم اشتري ماتيريال معينه، لازم حاجات كتير قوي بتعطل الخطوه ان انا ابدا. اتعلم لغه، اتعلم طبخ، نتعلم اي حاجه هاند ميد، وده هيبقى اكتر حاجه انا بتكلم عنها. نتعلم برمجه، نتعلم اي حاجه. فده تفكير غلط، احنا في اخر الفيديو هنلغيه. ايه بقى طريقه التفكير اللي بفكر بيها او اللي عايزاكم تفكروا بيها؟ لان في اغلب الاوقات هي ناجحه معايا جدا وبتفرق جدا وبوصل لنتيجه حقيقيه، وهي حاجه مش من اختراعي، في نظريه على كده هكلمكم عنها كمان شويه. بس الفكره كلها في انه طب ما اجرب يمكن اطلع بعرف. والجمله دي اتقالت لي قبل كده في وقت ان انا شخصيتي بيبان عليها كده، بس انا ما كنتش بقول كده في دماغي، انا كنت بجرب وخلاص. بس الجمله فعلا حقيقيه، طب ما اجرب يمكن اطلع بعرف. فبقيت طول الوقت بجرب يمكن اطلع بعرف، واغلب الاوقات كنت بعرف، وباقي الاوقات ما اقدرش اقول ان انا ما كنتش بعرف اعمل الحاجه دي او بقدر اتعلمها. بالعكس، انا بس كنت محتاجه اتعلم اكتر. مثلا عايزه اتعلم اللغه اسباني، في دماغي دي لغه صعبه جدا، او لا الالماني. الألماني فيها كلمات طويلة صعبة، مش هقدر أتعلمها، مش عارف إيه، كل ده اللي في دماغي. طيب لو جربت أتفرج على مسلسل ألماني ودورت على كام كلمة في المسلسل وجربت أنطقهم، مش هعرف أنطقهم. عرفت أنطقهم يبقى أنا عرفت أتكلم. فبالتالي أنا لو درست اللغة دي زي مثلا ما درست الإنجليش في المدرسة، فأنا هعرف أتعلمها في الآخر. أنا ما بعرفش أطبخ خالص، بس جبت طريقة أو سألت حد إزاي أطبخ حاجة معينة، بدأت أجرب أعملها، عملتها، نجحت بس فيها حاجة زيادة، عملتها فشلت. المهم إن أنا أجرب، المهم ان انا ابدا في الحاجه دي. قعدت ادور على امثله كتير بعيدا عن حياتي الشخصيه، حاجه كده تليق علينا كلنا، ولقيت فعلا انه الموضوع ده موجود. بس الاول قبل ما اقول لكم الامثله هقول لكم ايه هي النظريه، وهقول لكم النظريه علشان الناس اللي لو بتفكروا زي في اوقات بحب اتاكد من المعلومه اللي بسمعها، وده الاصح الصراحه. النظريه اسمها التعلم بالتجربه، او ليها اكتر من مسمى، التعلم التجريبي. النظريه عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا لما بجرب عقلي بيبدأ يستوعب الأخطاء اللي أنا عملتها في أول مرة، باجي أعمل تاني أو بجرب تاني، بتعلم. ده باختصار قوي. الأمثلة إيه بقى؟ إنه مثلا إحنا وإحنا صغيرين كلنا، هل إحنا مولودين بنعرف نمشي أو بنعرف نتكلم؟ لا، بس بدأنا إن إحنا في الأول نجرب نقف فنقع، بعد كده نقف فنمشي خطوة فنقع، بعد كده نمشي خطوتين فنقع. هل تالت مرة زي أول مرة؟ لأ. وعشان ما نصعبهاش، عادي ممكن يبقى أول 3 مرات بنغلط نفس الغلطة، بس المرة اللي بعدها نجحنا وقمنا ومشينا، وكلنا مشينا في الآخر. هل دي حاجة محتاجة إن حد كان يعلمها لنا؟ كان في مساعدات حوالينا، بس الفعلي إن إحنا اللي اتعلمنا نمشي. نفس الكلام إن إحنا بنتكلم، هل إحنا مولودين بنتكلم؟ لأ. هل اللي حوالينا عشان بيكلمونا وبيحاولوا يتكلموا قدامنا إحنا عشان كده اتكلمنا؟ لأ برضو. إحنا لو ما جربناش نتكلم أصلا ما كناش هنتكلم. يعني لو بقنا مقفول
بنعيط بس، بنصوت بس، مش هنتكلم. فالتجربة إن إحنا نبدأ نقول حروف، بعد كده نبدأ نقول كلمة، بعد كده نبدأ نقول جملة، فبالتالي بقينا بنعرف نتكلم. فعشان كده الكلام والمشي هم أكبر مثال يليق علينا كلنا ويسهل علينا فكرة النظرية دي، أو فكرة إن إحنا نقدر نتعلم أي حاجة عن طريق التجربة. إننا بس نبدأ، إننا بس نجرب، إننا زي نرمي نفسنا في الحاجة فهنلاقي نفسنا بنتعلم. لو هتكلم على مثال على نفسي، أنا من وأنا صغيرة بحب الرسم، من وأنا صغيرة بحب الحاجات الهاند ميد، بس دايما كنت أشوف حد من قرايبنا بتعمل كروشيه، أحس إنه قد إيه معقد وصعب من وأنا صغيرة. لما كبرت ومش من فترة بعيدة قلت طب ليه ما جربش أعمل الكروشيه، وليه ما جربش أتعلم؟ جربت أول مرة صعب، طلع أكتر من عيب في الشنطة. جربت تاني مرة، لأ، حاسة إيدي بقت أسرع، بقت الموضوع بقى أسهل. جربت تالت مرة، لأ أنا عايزة أعمل تالت ورابع مع نفسي. نفس الكلام الرسم. في حاجة كده أنا مش هقول إن أنا مقتنعة بيها، بس أعتقد إن هي حقيقية، إن في حاجات كتير قوي محتاجة ممارسة، مش محتاجة موهبة في البداية. لكن إن أنت تكون مميز في الحاجة، يعني مثلا رسام مميز فبيكون عنده موهبة، أو بيشتغل على موهبته إن هو يطلع أفكار مختلفة. لكن هل محدش يعرف يرسم غير الرسامين؟ لو أنتوا بتفكروا كده فلأ، أنت تقدر ترسم، أنت تقدر تتعلم برمجة، أنت تقدر تتعلم إنجليش، أنت تقدر تتعلم أسباني، أنت تقدر تتعلم إيطالي، أنت تقدر تتعلم طبخ، تعلم أي حاجة، لأن اللي اتعلمها هو مش مولود بيها، هو اتعلمها، اتحط في موقف اتعلمها، اتحط في دراسة اتعلمها، حط نفسه في الموقف وتعلمها. في العموم هو جرب وحاول فتعلم. فان انت مش عارف تعملها دلوقتي ده مش دليل انك مش بتعرف ولا هتعرف تعملها، لا، انت ما جربتش. فلما تجرب الموضوع بيبقى احسن، وده فعلا اللي بيحصل مع اغلبنا. احنا بنحبط نفسنا بطريقة التفكير، بس لو احنا جربنا بنلاقي نفسنا بنعرف نعمل عادي جدا. باختصار، لو في خطوات هنعملها عشان نرتب كده الفيديو ده او نطلع بنتيجة معينة نبدأ ننفذها في حياتنا، فهي اول حاجة لازم نحط نفسنا في الموقف او التجربة. يعني مثلا عايزة اتعلم الرسم، هبدأ ارسم حاجات بسيطة. تاني حاجة هفكر بعد التجربة دي ايه اللي عملته صح وايه اللي عملته غلط، والغلط هو هيبقى تالت حاجة، ان انا هغير الغلط اللي انا اتعلمته ده او هشتغل عليه فيتصلح. ممكن احط تالت ورابع حاجه في نقطه واحده، وهو ان انا بعد ما اعرف الغلط عقلي هيبرمجه كده زي المشي زي ما قلنا. ورابع حاجه ان انا هغيره عشان ابقى رتبت كل حاجه صح. بعد كده هكرر التجربه، هرسم تاني، فهعمل الحاجه الغلط اللي انا عملتها اخر مره بشكل احسن. مش هقول ان هي اتصلحت 100%، بس بشكل احسن، وهكذا هفضل اجرب واكرر التجربه لحد ما اوصل ان انا اتعلمت الحاجه دي. يبقى هي اجرب، الاحظ، افهم، اعدل الغلط ده واكرر. انتوا متخيلين حتى السكين كير؟ يعني مش هينفع ان انا النهارده انزل اشتري كل حاجه ليها علاقه بسكين كير واقول ان ده الروتين المناسب ليا. مستحيل. لازم اجيب حاجه واشوفها مناسبه لبشرتي ولا لا، بس مش هعرف من اول يوم. هجربها النهارده وهجربها بكره وهجربها لمده شهر وهجربها لمده شهرين عشان اعرف ان هي مناسبه مع بشرتي. وده ايه؟ دي تجربة. لما بدأت أفكر التفكير ده أنا ما كنتش أعرف إن هي نظرية ولا أعرف أي حاجة، أنا كنت بجرب عشوائي جدا عشان أنا عايزة أتعلم. بس مش كلنا بيكون عندنا الطاقة دي، أو حتى لو حد عنده الطاقة دي وقت مش بتكون موجودة طول الوقت، لأنه ساعات بيحس بإحباط، ساعات بيحس إنه مش قادر، ساعات بيحس إنه فعلا مش هعرف أتعلم. بس لما نعرف إن هي فعلا حاجة علمية، أو لما نشوف حد جرب وفعلا نجح، فنحس بأمل. فحسيت ان انا محتاجه اتكلم عن النقطه دي لانه احنا كلنا نقدر نتعلم اي حاجه احنا عايزين نتعلمها طالما عندنا عقل وعندنا اراده وعندنا طاقه، او حتى لو مش عندنا طاقه، مجرد ان احنا نحط نفسنا في التجربه اكيد هنتعلم. طبعا اليوتيوب هو اكتر مكان هتلاقوا فيه اي حاجه انتوا عايزين تتعلموها مجاني. اهم نقطه في التجربه ان مش لازم كل حاجه تطلع مظبوطه، يعني ما تتوقعش النتيجة اللي ما فيهاش ولا غلطة، عشان ده بيحبط جدا. لكن لو من الأول بفكر إنه عادي لو النتيجة ما طلعتش أحسن حاجة، عقلي هيدي فرصة للتجربة بشكل أحسن بكتير، لأنه عنده فكرة إنه أنا مش لازم أطلع نتيجة احترافية. بحاول على قد ما أقدر ألتزم إن أنا أنزل كل 3 الساعة 3، فسامحوني لو قصرت شوية، بس هكون مبسوطة جدا لو شفت منكم تشجيع، إن بجد بحاول إن أنا أكون ملتزمة، وبحاول اقول حاجات كتير قوي جوايا. فلو اي حاجه منهم ساعدتكم احب ان انا اعرف ده، علشان ده بيديني طاقه قوي ان انا افضل مكمله. تقدر تعمل كل حاجه بجد.